مساء الخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج النيش. تو ليت، نورين ابو سعده، بايو او بايو، بينك بانثرز، سابرينا كاربنتر، كل دول فيهم حاجه مشتركه. هم فيهم حاجات كتير الحقيقه مشتركه، لكن من وجهه نظر الموسيقيه هم فيهم حاجه مشتركه، وهي انهم جزء من الواي 2 كي ترند. هم جزء من الكومباك بتاعت مزيكا معينه واصوات معينه كانت مشهور بيها اغاني البوب بتاعت اوائل الالفينات ورجعت تاني لسبب ما. لكن رجوع نوع المزيكا ده مش صدفه. في سنة 2020 كان في فيروس اسمه كورونا. فيروس ما كناش متأكدين قوي من مدى خطورته، لحد ما هو شخصيا أكد لنا مدى خطورته بأن هو قعدنا كلنا في البيت بطريقة غير مسبوقة. العالم كله بالطب بالتكنولوجي بالتقدم اللي العالم فيه ده ما قدرش يصمد قدام فيروس من قبل لأول مرة. العالم الجديد المتقدم اللي احنا فاكرين ان احنا عايشين فيه ده خذلنا. فبدأ يظهر موجة نوستالجيا قوية جدا، حنين لأوقات يمكن كانت أبسط، كانت أسهل، كنا فيها قادرين نبقى بني آدمين بجد. وفكرة الحنين لآدميتنا دي انعكست ساعتها على كل حاجة. استهلاك الناس للتي في شوز والأفلام اللي على المنصات، واستهلاك الناس لكل الطرق اللي ممكن نكلم بيها بعض، من فيديو كولز لكولز عادية كل حاجة. وبدأت رحلة كده للإنسان المعاصر ده إنه يدور على مشاعر حقيقية. وهنا كل ما يمثل النوستالجيا لعب دور كبير جدا، لأن ده النموذج اللي فيه الحياة أريح وأبسط. الحياة النوستالجيك دي مش متلوثة بشوائب العالم اللي احنا عايشين فيه اللي جالنا منه تراما ده. ودي هنا حاجة ممكن تعرف بالاسكيبيزم أو الهروب من الواقع. وده رد فعل طبيعي جدا للإنسان اللي الواقع بتاعه فيه من الخوف والقلق اللي مخليه مش قادر يتقبل الواقع اللي هو عايش فيه، فبالتالي بيحس ان هو محتاج يهرب من الواقع ده نفسيا او حرفيا. والشيء الانترستنج هنا الحقيقه لما نيجي نفكر بالطريقه دي في استهلاكنا للميديا بشكل عام، شعورنا اننا محتاجين نهرب من الواقع ده بكل حاجه فيه، بالفن اللي فيه، بالادب اللي فيه، بكل الحاجات اللي ممكن تفكرنا بالواقع اللي احنا عايشينه ده، اللي احنا مش عايزين نفتكره تاني خلاص. مش عايزين فن يمثل الواقع جدا اللي احنا عايشينه وعارفينه. يعني في 2020 من مظاهر الواقع ساعتها ولحد دلوقتي هو انتشار الراب بشكل جماهيري كبير جدا. فالراب هو حاجه وليده الواقع جدا، هو حاجه طالعه من الواقع جدا. هو ممكن نعتبره تمرد على انواع مزيكا معينه منتشره زي البوب وغيره، لكنه برضه في الاساس طالع من المجتمع جدا، طالع من الواقع وبيعبر عنه بشكل او باخر. حتى تمرده على الجانرز المختلفه من المزيكا زي البوب او كده هو جاي من ادراك كبير جدا لاهميه الجانرز دي في الواقع، بالذات في انواع من الراب زي الاولد سكول اللي فيه كتابه شخصيه جدا بتعبر عن حاجات حياتيه ومواقف شخصيه جدا للفنان اللي بيكتب بالطريقه دي. والفنان ده كمان بيكتب بلغته اللي هي لغه الواقع اللي هو عايش فيه. فمن وجهه نظر اسكيبست بحته، الراب هنا كفن مش هينفع قوي نلجأ له في الهروب من الواقع، لانه شبه الواقع جدا باي ديفينيشن. وهنا بيظهر او بيرجع يظهر نوع معين من المزيكا، واللي هو في اواخر التسعينات كل حاجه كانت بتتغير، اللبس كان بيتغير، الالوان كانت بتتغير، اسلوب حياه الناس كان بيتغير. وممكن نرجع ده للتطور التكنولوجي المرعب اللي كان موجود ساعتها. العالم في تقدم مستمر ومحدش عارف هيوصل لفين بعد كده. العالم كله مستني سنه 2000 اللي هي يا اما هتبقى من اعظم السنين اللي عدت على الانسان في التاريخ البشري كله، يا اما هتبقى نهايه العالم. مفيش حل وسط قوي يعني. وبتيجي سنه 2000 وبتكمل موجة الميوزك فيديوز اللي بدأت مع MTV في الثمانينات، لكن المرة دي مع انتشار الانترنت، المرة دي مع انتشار الكمبيوترز في كل مكان. دلوقتي كل حاجة محتاجة تبقى أكتر حاجة، أكتر بادجت، أكتر لبس ترندي، أكتر إفكتس ممكن تتعمل، أكتر حاجة في كل حاجة. وأغاني البوب على عكس أغاني الراب ما كانتش تمرد قوي على الواقع على قد ما كانت embracing للواقع، embracing لكل ما هو يخص الزمن ده. احنا مبسوطين جدا بالواقع ده ومبسوطين جدا بالتقدم اللي احنا فيه، فاحنا هنبين ده بكل الطرق الممكنه. فاحنا كلنا الكترونيك ساوندز وسي جي اي ولبس جلد في كل حته، لكننا برضو مش هنخترع مزيكا من اللا شيء. احنا عندنا R&B وتكنو وجاز وراب. حط لي بقى كل الحاجات دي مع بعض وشوف هتطلع ايه في كومباينيشنز مختلفه كده. يا نهار اسود. عشان كده مثلا مفيش تمرد قوي على الشكل التقليدي بتاع الاغنيه. ستراكشر الاغاني فضل زي ما هو، لان الفكره مش في الستراكشر، الفكره هنحط ايه جوه الستراكشر ده. وفي الجزء الاخر من العالم اللي هو مصر او الوطن العربي الموضوع برضو ما كانش مختلف قوي. الالفينات برضو عندنا كانت مرحله فارقه جدا على مستوى حاجات كتير وخاصه المزيكا.
ولنفس اسباب التقدم التكنولوجي برضو والانفتاح على الثقافات التانية، كنا احنا برضو في نفس المركب بتاعت الانبهار بالتكنولوجيا الرهيبة اللي وصلنا لها. وعشان الانبهار ده يفضل مكمل لازم نحافظ عليه. ويمكن احنا كنا مش دايما عندنا جاز وتكنو وار ام بي، لكن عندنا الموسيقى الشرقي او البلدي او المصري او ايا كان بكل ما فيها من مقامات ومقسوم وكل حاجة. فنقدر برضو نعمل الواي 2 كي ميوزك بتاعتنا. فاحنا عندنا روبي، والصورة اللي ممكن تكون ساعات غريبة وساعات تانية مصرية، لكن الصوت دايما لا يخلو من الاكورديون والآلات الشرقي والمقسوم. ولو لازم لك بريتني سبيرز قوي يعني، ممكن بقى تروح لنوال الزغبي. اللي تمنيته في احلامي دلوقتي لقيته. احنا عندنا كل انواع الانبهار برضو، عندنا ده وعندنا ده وعندنا بعض برضو. يعني مفيش مانع خالص نروح الصعيد في وهي غزالي، او بورسعيد والاسماعيليه ومدن القناه بقى في السمسميه وقرب حبيبي قرب تعالى، ليه سايبني في نار حبيبي ليه سايبني في نار. ولو قفلت قوي هنروح لبنان بقى ندور مع هشام عباس. ولو خلاص بقى بجد هنضطر بقى نروح للهند. ناري نارين ناري من جماله. كل ده كلام جميل والله، يعني فترة فيها إدراك لزمانها مع طموح إننا نبهر الجمهور بالإمكانيات اللي معانا اللي ما كانتش قليلة خالص بالمناسبة. بس برضو ليه دلوقتي؟ ليه فجأة مع 2020 بنرجع نسمع مزيكا شبه اللي كانت موجودة في بداية الألفينات، وبنرجع نشوف ميوزك فيديوز بتحاول تبقى شكلها قديم بالقصد؟ في ناس بتقول إن ده شيء طبيعي جدا، لأن في 2020 إحنا عدى علينا 20 سنة على الألفينات، ودي ظاهرة بتعرف بال 20 year cycle، إن أي ترند أو أي موضة هيعدي عليها 20 سنة هتعمل كومباك تاني. لكن برضو في رأي ضد ده، وهو إن دلوقتي مع السوشيال ميديا مفيش ترند بيرجع يسيطر لوحده على كل الناس وكل الحياة، لان في دلوقتي حاجه اسمها مايكرو ترندز، وهي ان في كذا ترند ممكن يكونوا موجودين في نفس الوقت من غير ما ياثروا على بعض، لان الالجوريثم بيشتغل كده. الالجوريثم بيجروبك انت واصحابك كده في جروب، وممكن يكون بيظهر لكم ريلز وتيك توكس ما بتظهرش خالص لجروب تاني من الناس. وفي ناس تانية بتقول ان ده شيء طبيعي جدا، لان ده دور الجنزي ان هم يحسوا بالنوستالجيا، ده دور الجيل ده ان هو يحس بحنين لحاجات معينه حتى لو الحاجات دي هو ما عاشهاش. ودي ظاهره بتعرف بالبورود نوستالجيا. فاحنا لو ما عندناش نوستالجيا هنجيب نوستالجيا من بره، حتى لو الاوقات دي احنا ما عشناهاش قوي او ما كناش مدركين لوجودها قوي. احنا عايزين نحس ان احنا عندنا حنين لحاجه، وعايزين نحس اننا عندنا حنين لوقت كان ابسط، وقت كان فيه التكنولوجيا كانت شيء مش معقد للدرجات دي. وده رد فعل طبيعي جدا على ال AI والتكنولوجي اللي بتتطور بشكل رهيب جدا، اللي بالعكس بقى بيخلينا مش عايزين نتقبل وجودنا في الواقع اللي فيه التكنولوجي متقدمة بالشكل الرهيب ده. على عكس الألفينات، في الألفينات التكنولوجي دي كانت متقدمة لكنها مبهرة، وكانت متقدمة لكنها ما كانتش مهددة لينا قوي للدرجات دي. والحقيقة برضو جماليات فترة زي الألفينات دي ممكن تكون جذابة جدا لأي شخص عايش في الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مع ظهور موفمنتس زي المينيماليزم، وان احنا كل حاجه بقت فلات والديزاينز كلها بقت فلات بكولرز فلات. شيء طبيعي جدا ان يظهر انتي مينيماليست موفمنت، وهي ان احنا هنسمع مزيكا شكلها عامل كده، وهنلبس بالطريقه اللي فيها الوان بالطريقه دي، وهنروح لفتره فيها الماكسيماليزم هي الشيء الكول مش المينيماليزم. وده برضو يقول لنا كتير قوي عن الفترة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الفترة اللي مخلينا حاسين ان احنا محتاجين ذكريات، حتى لو الذكريات دي مش ذكرياتنا اساسا. لان الذكريات هي مخنا وهو بيفتكر لحظات معينة بالطريقة اللي تبسطنا او تضايقنا. فالذكريات مش اوبجكتيف، الذكريات بيتدخل فيها جدا مخنا، وبيعمل نسخة من الاحداث اللي حصلت سواء عشان يرضينا او عشان يأكد على وجهة نظر معينة عندنا. والذكريات لما بنيجي نفتكرها دايما بتبقى مشوشة كده، دايما فيها نغمشة معينة، ودايما مبالغ فيها، يا اما حلوه قوي يا اما وحشه قوي، ودايما برضو مش مثاليه خالص. زي بالظبط كل حاجه تخص الالفينات، لما بنيجي نفتكر حاجات من الالفينات بنفتكر حاجات مشوشه مش في احسن كواليتي ليها، مش بيرفكت، فيها نغمشه معينه. لكن كل الحاجات دي وكل الامبرفكشنز اللي فيها دي
هي اللي بتخليها حاجه لما نيجي نفتكرها نتبسط، لانها ما كانتش حاجه بيرفكت، ما كانتش حاجه في احسن كواليتي، ما كانتش احسن حاجه في كل حاجه، لكنها اكيد حاجه انسانيه جدا، حاجه بتفكرنا بادميتنا في اوقات يمكن مش محتاجين فيها اي حاجه تانية غير اننا نحس ان احنا بني ادمين. فعشان كده بيظهر فنانين زي اللي احنا قلنا عليهم في اول الفيديو دول، اللي بيعملوا مزيكا باصوات سمعناها قبل كده في اوائل الالفينات، حتى لو احنا ما كناش واعيين قوي لوجود نوع المزيكا دي، لكننا اكيد اتربينا على فكره ان هو موجود ويفكرنا بطفولتنا بشكل او باخر. هل في مشكلة بقى مع وجود الفنانين دول بالشيء اللي هما بيقدموه ده؟ والله يعني شوية وده شيء طبيعي بيحصل مع الكومباك بتاعت اي ترند او احياء اي موضة معينة كانت موجودة، ومن المشاكل دي هي الستايل اوفر سبستنس، ان يكون الفنانين دول بشكل او باخر بيستفيدوا بس من الترند اللي طلع فجأة ده، لكن من غير ما يقدموا حاجة جديدة عليه، او من غير حتى ما يستخدموه في ان هم يطلعوا فن حقيقي او شيء حقيقي هم عايزين يتكلموا عليه. والخوف بس ان احنا نكون بنحاول نهرب من واقع معين عشان في AI وفي تكنولوجي وفي حاجات بتخلينا مش عارفين نحس بإنسانيتنا، وبنروح لفنانين بيحاولوا يقدموا شيء شبه اللي كان موجود في فترة معينة من الفترات اللي البشرية فيها كانت سعيدة، لكن من غير أي قيمة حقيقية أو مشاعر حقيقية نقدر نحس بيها. وفي الآخر أعتقد يعني محدش متضايق قوي من رجوع ال Y2K ترند تاني، سواء في الأغاني أو الميوزك فيديوز أو في الأفلام والدراما وإنتاج أجزاء تانية من كل حاجة كانت موجودة في الألفينات. يعني دي حاجه ممكن تضايق شويه بصراحه. وبس كده، ده كان كل اللي عندي في الفيديو ده. شكرا جدا انكم اتفرجتوا على الفيديو لحد دلوقتي، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي. هو انا كنت بحاول البس لبس الفيناتي وكده، لكن هو الحقيقه ده لبسي العادي، فانا مش عارف المفروض اعمل ايه دلوقتي.